السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم كبدة اسكندراني بطريقة حلوة قوي قوي قوي، احلى كمان من المحلات. وهقول لكم ايه السر، إيه سندوتشات الكبدة اللي في المحلات اللي بتعجبنا. عندنا هنا كبدة متقطعة رفيع قوي زي ما انتم شايفين. وعندنا هنا توم، وعندنا هنا البهارات، فلفل اسود وملح وكمون وكزبرة، وعندنا هنا ليمونة، وهعمل جنبها طحينة، وفلفل مقطعاه كده رفيع، وعندنا هنا خل. انا دلوقتي حطيت شويه خل في الكبده. الكبده ما بتتغسلش، انا بحط بس خل، او لو عندك لبن علشان بس الزفاره تروح. دلوقتي بقى هنجيب طاسه على النار وهنشوف بقى احنا هنعمل ايه. دلوقتي جبنا طاسه وهنحط فيها شويه زيت حلوين، زيت مش كتير ومش قليل، يعني شويه حلوين كده، بس كده. دلوقتي بعد ما الزيت سخن هنزل بالكبده. نزلت بالكبده وبعدين هنزل بالفلفل الاخضر اللي احنا مقطعينه اهو، وهقلب. بقعد اقلب اهو لحد ما اللون بتاعها بس بيتغير، وبعدين هنزل عليها بالتوابل. هي وصفه حلوه قوي وسهله وجميله، والله وهتطلع احلى كمان من سندوتشات الكبده اللي احنا بناكلها في الشارع. دلوقتي بعد ما لون الكبده اتغير هنزل عليها بمعلقه توم كبيره، وهنزل عليها بالبهارات اللي عندي، اللي هو ملح وفلفل وكزبره وكمون، معلقه كمون كبيره ومعلقه فلفل صغيره ومعلقه كزبره صغيره ومعلقه ملح كبير. طبعا الملح ده حسب الرغبه. شايفين الكبده جميله جدا، ولازم تكون متقطعه رفيع قوي، بيقولوا عليها عصافيري، بتقطعه رفيعه قوي 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 مع شرايح الفلفل. في ناس بتزود بصل، بس انا مش بزود بصل، بزود توم بس، بحبها قوي كده. هي الكبده مبتقعدش كتير، هي هتقعد بس 10 دقايق. الصوص ده بس يقل شويه وهقفل عليها وخلاص، كده تكون الكبده بتاعتنا خلصت. كده يا بنات الكبده عندي خلصت. بصوا، الكبده ما بتقعدش كتير على البوتاجاز، بتتشوح بس كده بتومه وفلفل والبهارات اللي احنا حطيناها ومعلقه الخل، بس كده. كده كبدتنا خلصت. دلوقتي بقى هنعمل الطحينه، ودي اساس الكبده، هي دي اللي بتحلي سندوتشات الكبده، وده السر بتاع المحلات. دلوقتي عندنا هنا طحينه خام، هنحط الطحينه، نحط كل الطحينه اللي عندنا، بس كده. دلوقتي يا بنات انا عندي هنا نص كوبايه ميه دافيه او سخنه، هبدا ازودها على الطحينه اللي عندنا. هبدا ازود شويه بشويه لحد ما تتقل. هبدا ازود شويه في شويه كده. انا عايزه طحينه مش تقيله قوي ومش خفيفه قوي، تكون وسط. هبدا ازود شويه ميه، شويه في شويه ميه كده. دلوقتي انا بخفف الطحينه اللي عندنا بميه دافيه. هبدا ازود بقى خل، معلقه كبيره كده بس. دلوقتي انا هزود نص معلقه توم، هقلبها، بتدي للطحينه طعم حلو قوي، جربوها وهتعجبكم. دلوقتي يا بنات الطحينه هي خلصت اهي معانا، لا خفيفه ولا تقيله، حلوه وسط. هبدا بقى احط البهارات، احط كمون وفلفل اسود، ولو عندك شطه حطي لو انت حابه شطه، وبابريكا و بس وملح. دلوقتي يا بنات الطحينه عندي خلصت، لا خفيفه ولا تقيله، حلوه وسط اهي. بصوا السمك اللي انا عايزاها ده حلو قوي كده. هبدا احط بقى ملح
وكمون، ولو انتي حابه شطه حطي شطه. بس هبدا احط بقى البهارات، رشه فلفل ورشه كمون ورشه وملح. تمام، كل ده طبعا حسب الرغبه، ولو انت عايزه شطه زودي شطه عادي براحتك، البهارات دي براحتك. انا قلبت البهارات اهي، جميله جدا جدا، يا رب تعجبكم. متنسوش بقى تعملوا لي لايك، ولو انت اول مره تشوفي قناتي اعملي لي اشتراك واكتبي لي كومنت حلو تدعموني بيه. يا رب اكون فدتكم. ده طحينه السندوتشات بجد احلى من المحلات 100 مره. دلوقتي الكبده بتاعتنا خلصت، وعملت الطحينه وقليت بطاطس، تاكل بقى جنبها بقى مخلل، احلى كبده هتاكلوها. تعالوا نشوف معانا هنعمل ايه. هنحط كده طحينه، تمام، الطحينه اللي بتحلي السندوتش الكبده وبتخليها طعمها تحفه تحفه، جربوها هتعجبكم جدا جدا، احلى من سندوتشات الشارع 100 مره وانضف. احلى سندوتش كبده، يا رب يعجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا معايا. متنسوش بقى عصرة الليمونة اللي في الاخر دي بتديله طعم تحفة تحفة. تمام، يا رب تكون وصفتنا النهاردة عجبتكم وقدرت اكون فدتكم. استنوني في وصفات تانية كتير، متنسوش باللايك والاشتراك وعشان تدعموني. باي باي.